السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في زمن السوشيال بقينا بنشوف حاجات كتير بتنتشر مش كلها مفيدة، وفي حاجات بتوجعنا. اننا نعرض فيديوهات لناس او مواقف مش كويسة تحت شعار اننا بنعترض على الوضع وعايزين نغيره، فده مش صح، لانه تحريض مباشر على العنف والاذى، ودي مسؤوليتنا اننا نوقفها مش ننشرها. مينفعش ابدا نكون سبب في زيادة المشكلة بنشر السلبيات. مش بس كده، ده احنا بنشوه صورة بلدنا الغالية وصورة الست المصرية اللي هي المفروض رمز للصبر والعطاء والقوة. مش من حقنا ابدا اننا نسمح باي تشويه يصيب بلدنا او شعبنا، وخصوصا الست اللي هي العمود الفقري للمجتمع. انا معاك انه في سلبيات وتجاوزات فردية، بس ده مش معناه اننا ننشرها ونشوه صورة بلد كاملة. مش كل حاجة لازم تنتشر، ولا كل حاجة لازم نوريها للعالم. عمرك شفت اي بلد بتنشر الكلام ده وتسوق سمعة بلدها واهلها بحجة انها بتحاول تغير السلبيات؟ مش هتلاقي للأسف. خلينا نكون صوت للوعي والمسؤولية، نختار ننشر الخير والأمثلة المشرفة. انت مسؤول، فلو بتحب بلدك وقف فورا نشر الفيديوهات دي، لأنها بتضر مش بس غيرك، لكن بتضر بلدك ونفسك وأهلك. خلينا نكون التغيير اللي نفسنا نشوفه بالفعل، مش بس بالكلام. وأخيرا، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دمتم بخير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.